عايزين كلنا النهارده نركز عشان نطلع مستفادين من حاجه حلوه خالص لحياتنا الروحيه بعد كده. في كلمه اسمها كلمه الايمان. يعني ايه الايمان؟ حد عارف؟ يعني ايه لما اقول يعني كلمه ايمان؟ يعني ايه ايمان؟ يلا اتفضل. حلو خالص. جميل، حلو خالص. مين تاني؟ اتفضل. هو بولس الرسول هو قال ان هو الايمان هو الثقه هو الاقرار يعني بامور انها لا ترى، يعني هو الشكل الغير منظور، يعني زي التناول الحاجات دي. برافو عليك. الايمان زي ما انتوا قلتوا بالظبط كده، عشان نقولها بطريقه بسيطه، الايمان هو الثقه، ان اكون واثق واكون مصدق. الايمان هي الثقه وان اكون مصدق. يعني ايه؟ يعني مثلا لو قلت لكم الكنيسه اللي احنا فيها دهيت فيها هواء ولا ما فيهوش هواء؟ حد شايف الهواء دي بعينيه؟ لا. بس كلكم عندكم ثقه ومتاكدين ومصدقين ان في هواء جوه الكنيسه، صح؟ هو ده الايمان، اكون واثق واكون مصدق في حاجه حتى لو انا مش شايفها بعينيا، بس انا واثق ومصدق فيها. والثقه والتصديق ده هو احيانا بيكون فوق العقل، مش ضد العقل، ولكن بيكون فوق العقل. عارفين ابونا في نهايه القداس لما بيمسك الصينيه بيعمل ابونا بيمسك الصينيه يحطها فين؟ فوق راسه. يحطها فين؟ فوق راسه. بالظبط كده، بتلاقي كده ابونا ماسك الصينيه فوق راسه وبيصلي صلاه كده سريه. ليه؟ عايز يقول لنا ان الايمان ان ده جسد الرب ودمه، ده حاجه تفوق العقل، مش ضد العقل، ولكن الايمان يفوق العقل، لان العقل بتاعنا معتمد على الحواس، المعطيات بتاعته الحواس، انما الايمان اعلى من كده، مش ضد العقل ولكن يفوق العقل. يبقى اول نقطه هنتكلم فيها تعريف الايمان هو الثقه، ان اكون واثق واكون مصدق حتى لو حاجه انا مش شايفها بعينيا. يعني مثلا احنا عندنا الصبح انتوا واثقين ان لما اول ما تيجي الفجر كده هو الشمس هتشرق ولا مش هتشرق؟ ده هو خلاص احنا عندنا ايمان بكده، حتى لو حاجه لسه ما حصلتش ولكن عندنا ايمان بكده. هو ده الايمان. عندي ايمان ومصدق ان يسوع المسيح ده مش اله بعيد عني، ده هو ابويا انا الشخصي، انا مصدق في كده. مصدق وآمن ان هو نزل واتجسد واتأنس من بطن العذراء مريم ومن الروح القدس علشان يفدينا، عشان لما ابويا ادم وامنا حواء غلطوا هو نزل عشان يفديني من خطيه ابونا ادم وامنا حواء. انا مصدق ومؤمن بكده. مصدق ان هو اتصلب على الصليب، انه طلع على الصليب يسوع المسيح. مصدق في طبيعته انه كان طبيعه واحده من طبيعتين، كان انسان كامل وكان في نفس الوقت اله كامل. انا مصدق في الكلام ده كله. مصدق ان هو مات وقام بقوه لاهوته بعد 3 ايام. انا عندي ايمان ومصدق في كل الكلام ده. هو مصدق ان هو بعد ما نام انتصر على الموت وفتح باب السماء اللي كان مقفول قبل كده. انا مصدق في كل الكلام ده. هو مصدق ان هو صعد للسماء وارسل لينا الروح القدس. انا مصدق في الكلام ده كله. يبقى الايمان هو الثقه، الايمان ان اكون مصدق حتى لو حاجه لسه ما حصلتش، حتى لو حاجه انا مش شايفها بعينيا. خلينا كده ندي امثله. مره كده كان يسوع المسيح حواليه زحمه كتير قوي. كان في واحده ست عندها مرض بقالها 12 سنه عيانه من نفس المرض ده. عندها كده دم بينزل منها 12 سنه. الست دي كان عندها ثقه ومصدقه في يسوع المسيح جامد جدا. قالت بس لو انا جيت من وراه ولمست بس كده هو بتوبه انا هخف. تخيلوا، هي بس يعني مش هتتناول بقى جسده ودمه، مش هتقعد تسمع كلامه، قال بس هلمس خد بتوبه هخف. فعلا جت وسط الزحمه ولمسته وخفت، برأت في الحاله. ليه؟ بسبب ايمانها، لانها كانت مصدقه. بطرس الرسول مره قال له كده اهوت، بقول لك يا رب خليني كده اجي لك ماشي على الميه. مشي على الميه فعلا في الاول، لانه كان مصدق. اول ما خاف وشك حس انه هيقع، خلاص ايمانه ضعف. انما لما كان مصدق فعلا تمت المعجزه انه عرف يمشي على على الميه. كان مره في واحد اسمه قائد مئة، ده ما كانش يهودي اصلا. كان عنده غلام، الغلام ده كان عيان. راح مره ليسوع المسيح وقال له انا غلامي عيان وعنده ثقه ومصدق ان يسوع المسيح يقدر يشفيه. فربنا قال له خلاص انا هاجي معاك واخفف لك الغلام بتاعك. عارفين قائد المئة قال له حد عارف؟ قائد المئة قال له ساعتها؟ حد فاكر؟ قال له انت مش محتاج تيجي لغايه عندي، وانت عندك كده قول كلمه واحده بس الغلام بتاعي هيخف على طول. منين جاب كده؟ كان عنده ايمان، كان مصدق، كان واثق، وفعلا تمت المعجزه. كل دي امثله من جوه الكتاب المقدس. مره ربنا كده جمع التلاميذ وقال لهم بقول لكم هي الناس بتقول عليا
قالوا له ناس بيقولوا عليك ايليا وناس بيقولوا عليك يوحنا المعمدان. بطرس الرسول ساعتها قال له ايه؟ انت هو المسيح ابن الله الحي. ايمان، هو اعلى الايمان. حتى ربنا قال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا وعلى هذه الصخره ابني كنيستي، على صخره الايمان دهيت ابني كنيستي. انا بحاول اديكم امثله كتيره من الكتاب المقدس عن قوه الايمان. عندنا كمان في تاريخ الكنيسه قصه عظيمه جدا عن الايمان. عارفين جبل المقطم الموجود دلوقتي؟ ده كان موجود في وسط القاهره. كلنا عارفين القصه ديت. جه ساعتها الملك المعز الدين الفاطمي كان عنده وزير يهودي كده، قال له انت عارف ان في ايه مكتوبه عند المسيحيين دول في الانجيل يقول لك لو واحد قال عنده ايمان زي حبه الخردل يقول الجبل الكبير ده اتنقل من مكانك اتنقل. الملك بقى ازاي يعني؟ طب راح جاب بقى البابا ساعتها اللي هو زي سيدنا بابا طوبروس كده اللي هو اسمه البابا ابراهام بن زرع. قال له انت عندكم زي في الانجيل في ايه بتقول كده لو كان لك ايمان مثل حبه خردل تقول الجبل الكبير ده يتحرك؟ احنا عندنا ايه كده ولا ما عندناش؟ قال له عندنا طبعا. قال له طب بقول لك ايه، الجبل المقطم ده موجود في وسط البلد مش عاجبني مكانه، انا عايز ازحزحه شويه كده على حدود البلد. طب هي فعلا عندنا ايه كده اهو. البابا قال له طب اديني 3 ايام هبتدي اصلي. قعد يصلي، العذراء تظهر له وتقول له في راجل طيب قوي اسمه ايه؟ سمعان الخراز، بايمان هذا الراجل النقي الجبل هيتحرك. البابا ابراهام ياخده وكل الشعب يصلي ويقولوا كرياليسون من جوه قلبهم ولكن بايمان وهم مصدقين وهم واثقين ان ربنا مش هيخذلهم ابدا. يقولوا كرياليسون يسجدوا الجبل يطلع من مكانه يتحرك خطوه، يرجعوا يقولوا كرياليسون تاني يسجدوا الجبل يقوم تاني من مكانه ويتحرك خطوه، لدرجه ان الجبل اتقطع عشان كده بيسموه جبل المقطع واتحرك من مكانه يقطع حوالي 500 متر او نص كيلو. ايه الايمان ده؟ هو ده ايمان كنيستنا. كنيسه عريقه، كنيسه قويه، كنيسه بدات من اول يوم من تجسد يسوع المسيح، كنيسه عمرها كل السنين دي 2025 سنه، مش زي بقيه الكنائس اللي هي لسه باديه في القرن 16 او حاجه زي كده. هو كنيسه عريقه، هو ده ايماننا. عشان كده لازم لما نعرف الحاجات دهيت ايماننا يثبت. هقول لكم على قصه صغيره كده اهوت، قصه حقيقيه حصلت كده. احنا قلنا امثله من الانجيل وقلنا امثله من تاريخ الكنيسه عن الايمان. نقول القصه دي كان مره زمان في قريه صغيره قوي، القريه دي كلها بتقوم على المطره، تمطر الارض تتروي، الزرع يطلع، الخضار يطلع، الناس تاكل ايه؟ تتاجر فيه. قعدت حوالي 3 شهور في عز موسم المطر مفيش ولا نقطه مطر عايزه تنزل. الناس بقى خلاص هتموت من الجوع. طب تعمل ايه؟ مفيش مطر، الناس هتموت من الجوع. راح ابونا ساعتها قال ايه؟ هجمع كل الشعب وكل الشمامسه وهنقعد سهرانين طول الليله في الكنيسه نعمل تسبيحه ونتضرع ونطلب مراحم ربنا، وفي الاخر ننهيها قداس علشان ربنا يستجيب لينا والدنيا ايه؟ وترجع الدنيا تمطر تاني. كان في اسره ساكنه على بعد حوالي 5-6 دقائق من الكنيسه مشي، اب وام وبنت صغيره عندها حوالي 7 سنين. كل الشعب قال خلاص هنتجمع الساعه 7 ونروح الكنيسه نقعد سهرانين ونطلب من ربنا ان هو يدينا المطر، ولما نطلع من الكنيسه خلاص بقى يعني ربنا يتصرف يعني. الاب والام خارجين من الساعه 7 خارجين بقى من البيت رايحين الكنيسه. وقفوا على باب البيت كده، يلا يا بنت يلا يا بنت، كان بنتهم اسمها مونيكا، يلا يا مونيكا اروح الكنيسه. لا مونيكا قالت طب استني بس بدور على حاجه. قعدوا كده حوالي لغايه ما مونيكا طلعت لهم ماسكه حاجه في ايديها. عارفين ايه الحاجه اللي ماسكاها في ايديها مونيكا دي؟ حد عارف؟ كانت ماسكه شمسيه. هتلاقي ايه اللي انت ماسكاها دي؟ لا مش احنا رايحين نصلي وهنقعد طول الليل نصلي في الكنيسه وربنا حنين، اكيد ربنا هيستجيب لينا واحنا راجعين هتبقى الدنيا اكيد ربنا هيستجيب وهتمطر. عشان كده جايبه الشمسيه معايا عشان افردها عشان ما نتغرقش في الميه. ايه الايمان ده؟ كان ايمان طفل، وفعلا ربنا استجاب بسبب ايمان هذه الطفله اللي ما عندهاش الا 7 سنين. عندها ايمان، مصدقه وواثقه في كل حاجه. يبقى الايمان ان اكون مصدق وواثق في كل حاجه ربنا بيقولها لي. طب مصادر الايمان، تاني نقطه بقى. خلي بالك في سؤال في الاخر هتجاوبوا عليه، فركزوا معايا. مصادر الايمان بتاعنا ايه؟ كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه ايه هي مصادر الايمان؟ اول حاجه 4 مصادر، حد عارف يجاوبنا؟ مصادر الايمان ايه؟ اتفضل. مثلا اللي هو الكتاب المقدس هو اكيد يعني. حلو خالص. واللي هي مثلا اللي هي يعني بص اللي هي الصلوات الجماعيه قصدي. الليتورجيه. حلو خالص. ايوه اللي هي الليتورجيه واللي هي الديسكوليه اللي هي بتاعت الاباء. برافو عليك. اللي هي بص. حد من البنات يحب يزود اي حاجه؟ طب برافو عليك. عندنا 4 مصادر للايمان بتاعنا، 4 مصادر. كم مصدر؟ 4. اول مصدر زي ما قلت الكتاب المقدس بالعهدين القديم والجديد. رقم 2 شروحات الاباء الاوائل للكتاب المقدس، لان انا ممكن اقرا الكتاب المقدس بطريقه غلط، افهمه بطريقه غلط،
بالذات في الزمن اللي احنا فيه دوت، ما اكثر اللي ممكن يفسروا الكتاب المقدس غلط. ارجع للاباء الاوائل، ارجع للشروحات الاباء الاوائل للكتاب المقدس، ارجع للاباء الاوائل في القرن الاولاني الايه دي كانوا بيفسروها ازاي. هو ده اللي احنا بنبني عليه ايمان، لان ممكن افسر ايه غلط يوصل لي تعليم غلط. يبقى رقم 1 الكتاب المقدس، رقم 2 شروحات الاباء الاوائل للكتاب المقدس، رقم 3 كل الصلوات الجماعيه اللي هي الليتورجيه زي ما انت قلت، فكره العشيه وباكر والتسبيحه والقداس، كل الصلوات الايه الجماعيه. اخر حاجه قوانين المجامع المسكونه وقوانين الاباء التي اعترفت بها الكنيسه. دول مصادر الايمان بتاعنا. طب جالنا مصدر بره الكلام ده كله؟ لا اسف انا واعي، لا مش ده الايمان بتاعي. تاني حاجه برضه عشان نعرف مصادر الايمان، احفظوا بقى معايا الجمله دي، هتحفظوا؟ نادى به الرب، كرز به الرسل، حافظ عليه الاباء، وكان منذ البدايه. البابا استنسش علينا كده اهو. تاني ايماننا المقدس مصدره قلنا كتاب مقدس، وقلنا الليتورجيه، وقلنا شروحات الاباء، وقلنا قوانين المجامع المسكونه. وعشان نلخصه، طب انا اتعرض عليا حاجه اامن بيها ولا لا؟ لازم المرجع بتاعي 4 حاجات دول. يكون ايمان من البدايه، مش ايمان حديث سمعناه مثلا في القرن ال16، لا لازم يكون ايمان منين؟ من البدايه، من ساعه تجسد رب المجد. رقم 2 نادى به السيد المسيح. رقم 3 كرز به الاباء الرسل. رقم 4 حافظ عليه الاباء. لو الايمان بيتحقق فيه ال4 شروط دول خلاص يبقى هو ده الايمان المستقيم، يبقى ده الايمان على طول. تاني نقطه بنقولها، ايه هي مصادر الايمان؟ اعرف منين؟ احنا في الزمن اللي احنا فيه دوت بالذات كلكم شباب، تخش على النت تلاقي واحد كاتب حاجه، تخش مش عارف على ايه تلاقي واحد منزل تيك توك بيقول اي حاجه. كده صح ولا مش صح؟ كتير قوي الحاجات اللي بقينا نسمعها. لازم انا كانسان مسيحي ابتدي اعمل فلتر. عارفين يعني ايه فلتر؟ يعني الحاجه الغلط ما تعديش والحاجه الصح تعدي جوه ايه؟ جوه قلبي وجوه عقلي. طب اعرف منين؟ اسال نفسي السؤال، هو ده من الكتاب المقدس؟ هو ده حسب شروحات الاباء الاوائل؟ هو ده حسب تعليم الليتورجيه؟ هو ده حسب قوانين الاباء؟ رقم 2 لازم يكون الايمان من البدايه. قول ورايا، من البدايه نادى به السيد المسيح، كرز به الرسل، حافظ عليه الاباء. بس يبقى كده ايمان مستقيم، يبقى هو ده اللبن العديم الغش. عارفين انا ممكن اي وقت مثلا يقول لك في لبن مش عارف علبه لبن ايه، تبقى حاجات مضروبه، يحطوا بودره بلاط على مش عارف ايه، لبن مضروب. لكن لما وانا صغير كده هو كنت برضع من امي، اللبن ده كان يبقى ممكن يبقى مغشوش ولا استحاله يكون مغشوش؟ طبيعي. هو ده بقى، هو ده الايمان الصح، هو ده الايمان المستقيم، الايمان اللي عمره ما فيهوش غش، اللبن عديم الغش، اللي هو نادى به السيد المسيح، كرز به الاباء، حافظ عليه، كرز به الرسل، حافظ عليه الاباء، وكان منذ البدايه. هي دي مصادر الايمان بتاعتنا. تمام؟ يبقى احنا كده اتكلمنا على اهميه الايمان، واتكلمنا على مصادر الايمان، واتكلمنا على ازاي اعرف ان فعلا هذا الايمان مستقيم او لا. طب ايه اهميه الايمان؟ خلاص عرفنا ان هو، عرفنا يعني ايه ايمان، وعرفنا ايه المصادر بتاعته، واعرف الايمان صح ولا غلط. طب ايه اهميه الايمان؟ حد عارف ايه اهميه الايمان؟ مهم ليه؟ هو الايمان مهم ولا مش مهم؟ طب إيه ليه؟ حد يثبت لي اهميته. حد يثبت لي، حد من هنا بقى البنات اتفضلي. من غير ايمان مش هنعرف. حلو خالص، جميل. حد تاني، حد جديد ما جاوبش، حد جديد ما جاوبش. يلا قول اي حاجه، قول له على ابونا داود ده لنا ايه؟ مسموح بالفتي، اللي عايز يفتي يفتي، اللي يفتي يلا افتوا براحتكم يعني. يلا افتوا. افتوا. ليه؟ اهميه الايمان ايه؟ الراجل ده فتى كتير، حد يفتي تاني. يلا قول اللي جنبه يفتي. يلا انه يقوينا. ماشي افتي. يحدد ابديتنا. حلو خالص، كلها حاجات حلوه خالص. تقول بقى عايز تقول ايه؟ اللي احنا هو نكون هو واثقين في ربنا وفي الايمان وفي الايمان بتاعنا، وهو بيثبتنا هو اكتر وبيخلينا هو نرد يعني على الفكر الغلط يعني. حلو خالص. اقول لكم على حاجه بقى، حبيبي اتفضلوا. ماشي، حلو خالص. انتوا يعني اجابات حلوه خالص، واجابات كلها عميقه وكلها صح. هلخصها بس في 4 نقط. اول حاجه، الايمان هو مفتاحنا وطريقنا الاساسي للخلاص. بدون ايمان مش هنعرف نخش الخلاص. نسمع الايه كده يقول لك من امن واعتمد جراله ايه؟ خلاص. ومن لم يؤمن يدان. مرقس 16 سهله. مرقس 16 من امن
واعتمد. يعني الايمان هو مفتاح الخلاص خالص. من امن واعتمد جرى له ايه؟ خلاص. يبقى رقم واحد اهميه الايمان هو الطريق الاساسي للخلاص، هو المفتاح للخلاص. نحفظها كده، مرقس 16 من امن واعتمد خلاص. رقم 2 الايمان هو مفتاح استجابه كل الصلوات بتاعتنا. ممكن تلاقي 2 قاعدين جنب بعض منكم كده، ولاد ولا بنات، 2 بيصلوا نفس الطلبه، ودي طلبته تتنفذ وتتحقق، واللي جنبيها طلبتها ما تتنفذش. ليه؟ لان دي عندها ايمان واثقه ومصدقه، والثانيه بتقول كلام وخلاص من لسانها كما لقوم عادي. نسمع كده الايه بتاعتها، متى 21:22. كل ما تطلبونه في الصلاه مؤمنين، ايه اللي يحصل له؟ تنالونه. كل ما تطلبونه في الصلاه مؤمنين، كلمه السر في كلمه ايه؟ مؤمنين. يعني يكون عندك ايمان هتاخد. طلبت شهاده هتاخدها بس يكون مؤمن حسب مشيئه ربنا. طلبت اي طلبه، كل ما تطلبونه في الصلاه مؤمنين تنالونه. الايه دي موجوده فين؟ موجوده في متى 21:22. يبقى رقم 2 هو الطريق الاساسي لاستجابه الصلاه. رقم 3 مهم جدا في الايمان، في عبرانيين 11:6 في ايه مهمه جدا عايزين نسمعها. بدون ايمان لا يمكن ايه؟ ارضاء. الايمان هو الطريق الاساسي لارضاء رب المجد يسوع المسيح. زي ما عرفنا بولس الرسول كده قالها لنا في عبرانيين، بدون ايمان لا يمكن ارضاء. لو عملت كل حاجه بس بتعملها كما لقوم عاده، بدون ايمان بدون عمق لا يمكن ارضاء ربنا. مش هنضحك على ربنا، حاشا ان حد فينا يضحك على ربنا. بدون ايمان لا يمكن ارضاء. رابع حاجه واخر حاجه في اهميه الايمان، بالايمان بنفهم. بالايمان بنفهم. نسمع كده الايه بتاعتها عبرانيين 11:3. بالايمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمه الله. بالايمان بنفهم. اقول لكم على حاجه، لما بنيجي نتناول بتناول الجسد والدم، ردوا عليا، اللي بتناول طعم اللي بتناوله عباره عن قربانه ولا مش قربانه؟ نعم؟ قربان. الطعم قربانه ولا مش قربانه؟ قربان. حلو. ولكن هو فعلا قربانه ولا هو ايه؟ جسد حقيقي ولا كانه حقيقي؟ جسد حقيقي ودم حقيقي بشهاده ربنا. الجسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، ولكن الطعم قربان. بالايمان نفهم بقى ان حصل تحول سري، الروح القدس حل وحصل التحول السري، حول القربانه والابركه الى جسد رب المجد الحقيقي ودم رب المجد الحقيقي. عشان كده بالايمان نفهم. لو ما عنديش الايمان مش هفهم. ده انا بدوق قربان، ده طعم قربان. انا ما بدوقش طعم جسد، ده طعم قربان. اللي بدوقه ده طعم الابركه، ولكن حصل تحول سري. عشان كده بنسميه سر مقدس من اسرار كنيستنا السبعه اللازمه للخلاص. عشان كده بالايمان نفهم. الطعم طعم قربانه، ولكن انا واثق ان هذا هو جسد رب المجد الحقيقي، مش ذكرى ولا كانها ذكرى ولا حاجه كده، ده جسد حقيقي بكامل قوته ودم حقيقي بكامل قوته بشهاده رب المجد نفسه. عشان كده بالايمان نفهم. يبقى اهميه الايمان 4 حاجات. هو طريقنا للخلاص. 2 طريقنا لاستجابه الصلاه، كل ما تطلبون في الصلاه مؤمنين تنالونه. رقم 3 طريقنا لارضاء الرب، بدون ايمان لا يمكن ارضائه. رقم 4 بالايمان نفهم. ده كده عشان ما نتوهش من بعض. احنا اتكلمنا عن اهميه الايمان، واتكلمنا على امثله للايمان، واتكلمنا عن مصادر الايمان. بعد كده اتكلمنا على اهميه الايمان. تمام؟ النقطه اللي بعد كده عايزين نتكلم عليها شروط الايمان. هو الايمان ده ليه شروط ولا اي ايمان وخلاص؟ الايمان ده ليه شروط ولا اي ايمان وخلاص؟ ايوه لازم في شروط. نتكلم على شروط الايمان. اول حاجه ايماننا، احنا اسمها الكنيسه اللي بتقول ايه؟ ارثوذكسيه. يعني ايه؟ يعني هو مستقيم، ولا بتطرف ناحيه الشمال ولا بتطرف ناحيه اليمين. هو ايمان مستقيم. يبقى اول حاجه لشروط الايمان رقم 1 يكون ايمان مستقيم. زي ما قلنا من البدايه، نادى به السيد المسيح، كرز به الرسل، حافظ عليه الاباء. ايمان مستقيم منذ البدايه. طب لما حد يجي يقول لي بص في القرن بعد المسيح بحوالي 1000 بعد تجسد المسيح ب 1600 سنه طلع لي ايمان في النص كده، هاجي اراجع بقى، هو الايمان ده من البدايه؟ لا مش من البدايه. الايمان ده هو اتنادى به المسيح؟ لا ده ضد اللي نادى به المسيح. كرز به الاباء الرسل؟ لا. حافظ عليه الاباء؟ لا. يبقى ده مش ايمان مستقيم، لازم انا ابعد عنه. فاهمين؟ مهم قوي نفهم كده. شروط الايمان رقم 1 ايمان مستقيم منذ البدايه. يعني لما حد يقول لي طب كنا فين 15 قرن اللي فاتوا دول؟ ايمان كنيستنا عشان احنا نبقى فخورين بيها بدات من اول يوم من تجسد رب المجد يسوع المسيح. نفس الايمان، نفس التعليم، نفس كل حاجه. تمام؟ رقم 2
لازم يكون ايماننا ايمان ايه؟ ايمان عامل. ما بقاش عندي ايمان وانا ما بعملش بيه. انتوا عارفين ان الشياطين عندها ايمان ولا ما عندهاش؟ يؤمنون. اقول لكم الايه بتاعتها: انت تؤمن ان الله واحد حسنا تفعل والشياطين يؤمنون ويقشعرون. دي رساله يعقوب الاصحاح الثاني الايه 19. يبقى لو انا عندي ايمان بدون اعمال هو للاسف ايمان ايه؟ ميت. ايمان بدون اعمال ايمان ميت. اسمع الايه بتاعته كده، يقول لك كده في يعقوب 2: هكذا الايمان ايضا ان لم يكن له اعمال ميت في ذاته. يبقى 2 شروط الايمان الصح ان هو يكون ايمان باعمال. ايمان مش باعمال الناموس زمان، لا باعمالنا احنا. لازم اجي الكنيسه واقدم محبه. يكون اخويا قاعد في درس مش فاهم وانا فاهمه، عندي عمل اشرح له الدرس ده هو. يكون خلاص كبرت شويه دخلت اعداد خدمه، عايز اجي الكنيسه اخدم علشان ايماني يبقى ايمان عامل، ما يبقاش ايمان ميت. يقول لك كده: اريني ايمانك عن طريق ايه؟ باعمالك. اريني ايمانك باعمالك. يعقوب 2:18. اريني ايمانك باعمالك. ما ينفعش انا عندي ايمان وسايب اخويا جعان وسايبه بردان وسايبه مش فاهم الدروس بتاعته وسايبه مش عايز اخدمه خالص. ده ايمان ميت. انما شروط ايماننا: رقم 1 ايمان مستقيم من البدايه. 2 ايمان عامل. لان الايمان اللي مش عامل هو عباره عن ايمان ايه؟ ميت. برافو عليك. رقم 3 ايماننا لازم يكون ثابت في كل الاحوال. مش في الاوقات الحلوه عندي ايمان واول بسماح من ربنا اي تجربه تجيلي اقول لا 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 بقى ابتدي اتذمر على الله. ايه يا رب المرض الفلاني؟ يا رب مع فلانه كويسه، يا رب مع فلان زي الفل، ليه انا اتكسر؟ ولا ليه المرض اللي يجي لي ده هو؟ ايماننا لازم يكون ثابت في كل الاحوال بتاعتنا، في الدقيقه قبل الاوقات الكويسه. مره كان في 3 فيديو شباب زيكم كده اهو، قالوا له كده: اركب بقى المسيح وروح بقى اسجد للاصنام ده، الملك عمل صنم كبير قوي. 3 فيديو قالوا له: لا مش هنسيب ابدا الهنا ولا مسيح ولا هنسجد لايه؟ للصنم دوت. قال لهم: هرميكم في نار كبيره جدا وحموا الاتون لدرجه الناس اللي بتحمل النار اتحرقت. قالوا له: برضه ايماننا ثابت حتى في عز الدقيقه، ايماننا ثابت. ايه اللي حصل بعد كده؟ اترموا في الاتون، جرى لهم حاجه؟ ما جرالهمش اي حاجه. رب المجد وصل جابهم في وسط الاتون. يقول لك بعباره كان قاعدين في التكييف كده، حتى هدومهم ما كانش فيها ريحه الحريق وهم جوه الحريق، والحريق كان ضارب كانوا دورين كده اهو، عماره دورين كده اهو. الناس اللي بتولع الحريق كلهم اتحرقوا. ايمان ثابت حتى في عز الضيقه. ايمان ايه؟ ما بيتغيرش كل شويه، فمهم جدا. مره التلاميذ ربنا وبخهم، طبعا هم قديسين وفتروا المسكونه، بس مره كان ايمانهم كان ضعيف. بعد ما شافوا رب اللي سمع انجيل العشيه بتاع النهارده، بعد ما شافوا المعجزه الكبيره اللي ربنا عملها واكل الاف بمجرد 5 خبزات وسمكتين، معجزه كبيره قوي. وبعد ما شافوا معجزه رب المجد حول الطبيعه الكيميائيه للميه خلاها خمر في عرس قنا الجليل، بعد المعجزتين الكبار دول ركبوا سفينه وربنا كان نايم في قاع السفينه، حصلت عاصفه، حسوا ان هم يغرقوا. راح ايه اللي حصل بعد كده؟ خافوا: يا رب الحقنا. قال لهم: انتوا ليه مالكم ضعف كده اهو؟ كلمه واحده ربنا قال لهم العاصفه وقفت خلاص. عشان كده عايزين نتعلم يكون عندنا ايمان قوي حتى في وسط الضيقه. ايمان قوي حتى في وسط، مش ايمان في الامور العاديه، ايماني بربنا اول ما في دقيقه تيجي اي مرض بقى، اي احتياج غير منبه، اي دقيقه كورونا مش عارف ايه، ايمان بقى يبتدي يضعف. لا، الايمان القوي، المسيح القوي، ولاد وبنات ربنا ايمانهم قوي لا يتزعزع ابدا ايا كان اللي بيحصل. يبقى تاني شروط الايمان: رقم 1 ايمان مستقيم. ايمان ايه؟ عايزين نحفظ عشان نطلع حافظين. رقم 2 بعد الايمان لازم يكون ايمان عامل. ايمان ايه؟ عامل. برافو عليك. رقم 3 لازم يكون ايمان ثابت حتى في اوقات الضيق. يكون عندنا ايمان ايه؟ ثابت. برافو، حتى في اوقات الايه؟ الضيق. رقم 4 يكون ايمان بلا ادنى شك. مش عايزين نشك، لان الشيطان دايما يخليك تشك. يجي لك مثلا اي تجربه يقول لك: هو فين الهك؟ مش هو قال لك انا ابوك السماوي؟ مش قال لك انا هرعاك؟ ليه بيسمح لك بالتجربه دي؟ يشككك. عايزين ايماننا يكون ايمان بلا شك حتى لو فوق مستوى ايه؟ عالي. مره ابونا ابراهيم وامنا ساره كانوا كبروا في السن قوي. احد ظهورات يسوع المسيح في العهد القديم ربنا ظهر لابونا ابراهيم وقال له: هاجي لك السنه الجايه في نفس الوقت ده وهيكون لك ابن. ساره كبرت خالص، كبرت عجزت خالص. ساره عملت ايه ساعتها؟ ضحكت، شكت، قالت: يعني ازاي بعد السن ده كله شكت؟ لا، احنا مش عايزين ايمان ده. احنا عايزين ايماننا يبقى زي ست العذراء واحنا موجودين. الملاك يظهر لها، رئيس الملاك يظهر لها ويقول لها: هتخلفي من غير ما تتجوزي، هيكون ليكي ولد من غير جواز
ولا زرع بشر، كلام عمره ما حصل، عمره ما حصل في التاريخ. قالت له ايه ساعتها؟ ليكن ليك ايه؟ كقول. ما شكتش. ما قالت ازاي بقى؟ ما لازم زوج وزوجه ويتجوزوا عشان يجيبوا بيبي ويخلف، ازاي؟ قال لها بالروح القدس. سكت. هو ده الايمان اللي عايزينه، يكون ايمان بلا ادنى شك. زكريا الكاهن لما الملاك ظهر له هو جوه الهيكل وقال له هيجي لك نسل، شك. قال ازاي بعد الامر ده كله؟ شك، ما صدقش، لدرجه انه خد عقوبه قال له هتفضل صامت لغايه ما فعلا يجي لك، وجاله بعد شويه يوحنا المعمدان. عايزين يكون ايماننا رقم 4 بلا ادنى شك، مش زي زكريا الكاهن ولا زي امنا ساره لما ضحكت وما صدقتش. عايزين ايماننا يبقى زي مين؟ ست الكل الهضره مريم، تصدق ليكن ليك قولا. انت قلت يا رب خلاص، انت قادر، مع انها حاجه عمرها ما حصل ان شابه من غير جواز تبقى حامل بواسطه الروح القدس بدون زرع بشر وتجيب لنا يسوع المسيح. 5 الايمان شروطه لازم يبقى ايمان بلا خوف. ايمان مع تسليم، ايمان بلا خوف. الايمان عمره ما يبقى معاه خوف. طالما عندي ايمان وسلم حياتي عمره ما يكون معاه خوف. زي مين؟ في العهد القديم داوود النبي كان عنده ايمان جامد جدا بربنا. داوود النبي ده كان شاب جميل وحلو وشكله حلو خالص، ويقعد يمسك زي حاجه زي الكمانجه كده بصاره مع الغنم، يقعد يدندن بقى مزامير يعني والهان في حب ربنا. وقف واحد زي جلاد كده عباره عن طول بعرض يمكن لغايه الدور الثاني ولا حاجه، وعرض ما حدش في الدنيا يقدر يهمه. وداوود بقى حاجه قد كده صغيره وشاب بقى كده حلو وجميل مش بتاع حرب والكلام ده كله، لدرجه ان هم ادوا اللبس بتاع الحرب معلش يلبسه، كان تقيل عليه. داوود الاول كان عنده ايمان بلا خوف. قال انا ايه ده؟ مين ده؟ جوليات بتعيرنا وبتعير الهنا، طب انا هقف قدامه. وقال له ساعتها الايه الجميله جدا اللي قال له ايه؟ في صموئيل الاولى 17 ايه 25 قال داوود الفلسطيني اللي هو جوليات: انت تاتي الي بسيف ورمح وبدرس وانا اتي باسم مين؟ باسم رب الجنود اله صفوف اسرائيل الذي انت عيرته. منين يا داوود؟ يعني قول لي عقلك كده راح فين؟ انت عضلاتك قد كده وجسمك قد كده وحاجه مسلسله وضربك طويل عريض ومعاه سيف ومعاه كل حاجه، ازاي خدت يعني الريسك ده وعايز تروح ايه؟ تحاربه؟ كان عنده ايمان بلا خوف. خلاص يا رب طالما انت معايا، انت ملك الملوك، انت اللي هتؤمر ان انا هنتصر عليه، ما حدش هيجي ايه؟ يقدر يجي له بالايد. وفعلا يمسك الثلاث زرارات، قصه كلنا عارفينها، يمسك الثلاث زرارات ويضربها في راسه ويموت بلياقه. بسبب ايمان داوود الشاب الجميل المسمسم اللي ربنا شاهد لقلبه ان هو قلبه ايه؟ حلو خالص. رقم 6 برضو ايمان لا يضعف حتى لو الوقت عدى عليك. لما يكون عندي ايمان لا يضعف ابدا حتى لو الوقت الكتير عدى، لا يضعف. بره ربنا قال لابونا ابراهيم: بنسلك تتبارك جميع الامم. ما كانش لسه جاله اي حاجه، ما كانش خالف اي حاجه، ولا ولد ولا بنت ولا اي حاجه. تعدي سنه، تعدي سنتين، تعدي 3، يبتدي بقى ربنا صر ايه؟ ايمانها يضعف شويه، الوقت بدا يعدي. ربنا امر خلاص هيحصل امتى ما نعرفش. ربنا قال له هيجي لك نسل بس ما قالوش امتى. ايه اللي يحصل بعد كده؟ هو ايمان امنا ساره يحصل ايه؟ تضعف. عارفين عملت ايه؟ مين فاكر عملت ايه امنا ساره؟ اشارت عليه بالظبط كده، برافو عليك. قالت له في واحده اسمها هاجر الجاريه اتجوزها واللي هتخلفه هيكون ابنها. طب ليه امنا ساره فكرت؟ ما ربنا وعد. ليه ايمانك يضعف؟ ضعفت ايمانها وخلفت اسماعيل من ساره، وبقى عندنا بقى ابن الحره وعندنا ابن الجاريه وعندنا موضوع كبير قوي. لان ايمانها ضعف بطول الوقت. يبقى شروط الايمان لا يضعف بطول الوقت، لا يضعف بطول الوقت. يبقى ايمان ثابت. انت يا رب قلت خلاص الوقت عدى سنه سنتين خلاص ماليش دعوه. بلاش الفكره يبقى لقيته تعالى ابونا ابراهيم خش، وابونا ابراهيم سمع بقى في الاخر وفعلا اتجوز هاجر وخلف بقى اسماعيل، وكان عندنا مشكله بعد كده بسبب ان الايمان ضعف. الايمان ضعف. اخر حاجه عايز اقولها على فكره اغششكم، السؤال بتاعنا النهارده ايه هي شروط الايمان المستقيم؟ ايه شروط؟ احنا قلنا 6 حاجات عشان ده السؤال بتاعنا، عشان كنت لما يقولوا لي كل مره لازم نقول سؤال. احنا قلناها اول اخر حاجه رقم 6 عشان تحفظوها وهرجع عليها تاني عشان ما تنسوهاش. اخر حاجه ايمان بقى يكون درجه عاليه قوي، ايمان حتى بلا جدال. يعني ايه بلا جدال؟ مره كان في واحد اسمه جدعون، سمعت عن جدعون؟ ربنا قال له انت اللي هتقود الشعب. جدعون ما صدقش، قال ده انا راجل غلبان قوي. طب بص يا رب اديني علامه. مره خلي حته الفوطه الجازه ديت مبلوله والارض ناشفه لو عشان اصدق كلامك. حاضر. طب لا يا رب لسه مش قادر اصدق. طب بص خليها هي ناشفه والارض مبلوله. حاضر. ربنا يديله علامات. الايمان الحلو بقى ايمان بلا جدال، بلا اي علامات.
حسكية الملك بره طلع بص يا رب خلي الظل بتاعي يتحرك 10 درجات، طلب علامات. ومنها العذراء ما طلبتش علامات في الايمان بتاعها. اول ما رئيس الملائكه قال لها ما طلب ايه بقى؟ ما طلبتش اي ايمان. ايمان بلا جدال وبلا علامات. احيانا كتير سن الشباب كده يقول لك ايه؟ طب يعني اعتقد بده ولا ده؟ بص انا هعمل قرعه واللي يطلع معايا. ده كلام الصح. انا اصلي واخد ارشاد باعترافي وابتدي كده احسب الموضوع اشوف مميزاته وعيوبه، مش هعمل قرعه، حاجات يعني بيقولوا اديني علامه يا رب. لا، عايزين نصلي ونشوف الروح القدس هو اللي يقود ايه؟ يقود الموضوع. يبقى اخر حاجه في الايمان المظبوط ايمان بلا جدال بلا علامات. قلنا كام حاجه دلوقتي في الايمان؟ 7 شروط. ده السؤال بتاعكم اللي هتجاوبوه في نهايه الايه؟ في نهايه النهار. فاكرينه؟ اول حاجه اراجعها تاني معاكم. اول حاجه الايمان بتاعنا يكون ايمان مستقيم. اول حاجه يكون ايمان ايه؟ من البدايه نادى به يسوع المسيح، كرز به الرسل، حافظ عليه الاباء. يعني انا دلوقتي باخد بركه الخدمه في البلاد بره مصر، افريقيا او اسيا، لازم لما اروح هناك الايمان اللي بقول بيه ببشر بيه ايمان من البدايه ونادى به يسوع المسيح وكرز به الاباء الرسل. احنا مرسل الرسول دي بشرنا وحافظ عليه الاباء. ما اقدرش اقول كلام من دماغي، هو الكلام اللي احنا استلقناه كده اهو. تمام؟ رقم 2 لازم الايمان يكون ايمان عامل. ايمان بدون اعمال ايمان ميت. الشياطين بيؤمنوا، الشياطين دول كانوا رؤساء ملائكه على فكره، كملاك يؤمن عارف ان ربنا موجود بس مالوش اعمال، بالعكس اعماله ايه؟ عكس اراده ربنا. يبقى 2 لازم يكون ايمان عام. 3 لازم يكون ايمان ثابت في كل الاوقات حتى في اوقات الضيقه. نفتكر كده مين؟ نفتكر مثلا الثلاثه مين؟ الثلاث فتى اللي كل يوم بنذكرهم في التسبيح لما كان ايمان فعلا ثابت. ماشي؟ 5 ايمان بلا خوف. نفتكر مين؟ مين الحرام الياض؟ نحن قلنا الايمان اول حاجه ايمان مستقيم. 2 على حد بيكتب 2 يكون ايمان عامل. 3 يكون ايمان ثابت حتى في الضيقه. 4 يكون ايمان بلا شك. افتكر على طول كده هو لما امنا ساره شكت وضحكت لما ربنا قال لها كده هو هيجي لك ناس كان عندها سن كبير. 5 ايمان بلا خوف زي داوود النبي. 6 ايمان لا يضعف حتى لو الوقت طال زي مين؟ زي امنا ساره. ما جاليش فين يا رب؟ فين ابني؟ ما جاليش، خش اتجوز واحده ثانيه. اخر حاجه قلنا ايمان بلا جدال وبلا طلب اي علامات. ايمان بلا جدال وبلا طلب علامات. لو انا وانتم بنعمه ربنا وارشاد روح القدس عندنا الايمان دول، كل ما تطلبونه في الصلاه اللي هيجرى له انا. لو احنا عندنا الايمان ده هو هرضي ربنا، لان بدون الايمان ده لا يمكن رضاه. لو عندنا الايمان ده هو طريق الخلاص، لان من امن واعتمد خالص. لو عندنا الايمان ده هفهم، يعني بالايمان نفهم. اخر نقطه بقى عايز اقول عشان الوقت ما يطولش عليكم، تدريب زياده الايمان عشان ما تسرحوش مني. احنا كده اتكلمنا اول حاجه عرفنا ايه هو الايمان. ثاني حاجه قلنا ايه هي مصادر الايمان. ثالث حاجه قلنا ايه هي اهميه الايمان. رابع حاجه قلنا ايه هي شروط الايمان. اخر حاجه عايز اتكلم فيها تدريب عمليه ليا وليكم علشان نزود ايماننا. احفظوا الجمله دي. ازاي ازود ايماني؟ ازاي؟ ب4 حاجات. اول حاجه اعمال الله، صفات الله، وعود الله، كلام الى الله. اسطوع ازود ايماني ازاي؟ اعمال الله، صفات الله، وعود الله، بالترضى من الله. اعمال الله يعني ايه؟ لما بقرا في الانجيل بلاقي ربنا اعماله قويه جدا. لما بقراها ايماني بيه بيزيد. ده خلق الدنيا دي كلها عشان اتنعم بيه، يبقى اتاكد ايماني ان ربنا بيحبني. ده لما ابونا ادم وامنا حواء غلطوا رتب قصه الفداء دي كلها واتجسد واتأنس واتصلب ومات وقام بقوه لاهوته وصعد للسماء عشان يفتح لي باب السماء مره ثانيه، يبقى ايماني يزيد. لما اجي افتكر كده قصه موسى النبي لما كان شعب بني اسرائيل كله موجود في مصر واتذل ذل جامد جدا وصرخوا ربنا مش قادرين يا رب. 10 ضربات تحصل في الضربه ال10 فرعون يقول لهم يلا خلاص يا رب خلاص امشوا. يجروا فرعون ترجع عليه تاني ايه؟ يقول لك لا مش هسيبهم، هاجري وراه لغايه ما هم جريوا لغايه ما كان في وشهم ايه؟ البحر الاحمر. يا اما يغرقوا في البحر الاحمر يا اما يتقتلوا من جيش فرعون. موسى النبي ساعتها وقف وقال ايه جميله جدا. قال ايه؟ كفوا وانظروا خلاص الرب. منين يا موسى عرفت ان ربنا هيخلصك؟ ده انت يا اما تغرق يا اما فرعون يقتلك، مالكش اي منطق. عارف زي ما دخل في المصيده البحر قدامه وجيش فرعون وراه. منين جاله كده؟ بالايمان. لما بشوف كده هو اشوف عمل الله قوي انه ما سابهمش،
راح شق لهم في البحر الاحمر طريق وعدوا عليه من غير ما نقطه ميه تيجي عليه. على فكره البحر الاحمر غريب جدا، يعني العمق فيه جامد جدا. يقول لك الموج بقى زي حيطه يمين وحيطه شمال، ويعدوا كده باخر جمال للناحيه الثانيه. طب جيش فرعون يجي يقلدهم، ايه اللي يحصل؟ البحر يرجع تاني وكلهم يغرقوا. لما اعرف اعمال الله دي ايماني يزيد، اعرف ان انا الهي قوي، اعرف ان انا الهي يقدر على كل شيء، مش كده يبقى عندي ايمان قوي. يبقى اول نقطه اعمال الله. هحكي لكم قصه ثانيه. مره بولس الرسول 40 واحد اتفقوا قالوا ولا هناكل ولا هنشرب لغايه ما نقتل بولس. 40 واحد حرموا اكل وشرب، قال لك هننده عليه ان هو ينزل لنا وكلنا نقطع عليه نقتله. ربنا يسكت؟ لا. بلغوا بالمكيده دهيه. يروح فعلا للامير ويبلغوا بالمكيده دهيه. ايه اللي يحصل؟ الامير في نص الليل الساعه 3 بالليل يطلع مع بولس الرسول، يطلع معاه كام واحد بقى؟ 200 عسكري و200 رامح و70 فارس تحرسوا بولس لغايه ما توصلوه لواحد تاني اسمه فيليكس. ايه يا رب ده؟ 40 واحد كان عايز يقتله، انت تتدخل ويخلي 470 واحد يحرسوا بولس؟ هو ده عمل الله. بسبب ان ابن اخته سمع المكيده وراح بلغ عليها، وفعلا الوالي امر بالدور. يبقى هو ده عمل ايه؟ هو ده عمل الله. من 40 واحد يقتلوا الى 470 واحد يحرسوا. لما بشوف اعمال الله كده ايماني ايه؟ ايماني بيزيد بربنا. شاول وداوود، شاول قعد سنين يجري ورا داوود عشان يقتله باي طريقه، مع ان داوود ما عملوش حاجه غلط. لدرجه مره كان داوود مستخبي كده في جبل، وشاول تاكد ان هو موجود وحاصر كل الجبل بكل رجالته. كان داوود هيموت. ربنا يسكت؟ لا، ربنا يتدخل. يجي داوود يجي شاول الحق، ده الفلسطينيين هجموا على البلد بتاعتهم. يقوم شاول لمن كل الرجاله بتاعته ويسيب داوود ويرجع تاني يحارب الفلسطينيين. كل دي اعمال الله اللي بتنقذ ولاد. يبقى اول حاجه، اخر نقطه، تدريب عمليه لزياده الايمان. اول حاجه اعمال الله. اول حاجه ايه؟ افتكر ازاي نجى بولس من ال40 وحرس 470 واحد. افتكر ازاي داوود ربنا حرسه وخلى الفلسطينيين يهجموا على بلد بني اسرائيل وشاول يرجع برجاله. افتكر لما موسى النبي كان هيغرق هو وكل شعب بني اسرائيل في البحر الاحمر. طيب بعد اعمال الله قلنا حاجه ثانيه، قلنا اللي هي ايه؟ صفات الله. طبعا في اعمال الله في العهد القديم كان في واحده ست اسمها يهوديت، كانت ارمله ست. يبقى واحد رئيس جيش عظيم ما حدش يقدر عليه، اسمه انيفان، ما حدش يقدر عليه. كان جيش عظيم احتل العالم كله. بقوه ربنا الارمله دي تقطع راس رئيس الجيش بتاع نبوخذ نصر اللي كان اسمه انيفان. منين يا رب؟ واحده ست. الراجل ده البلاد وكل الجيوش كانت ما تقدرش حتى تحاربه. اول ما يجي لها تقول له خد البلد بتاعتنا ما نقدرش نحاربك. ربنا يدي قوه لواحده ارمله اسمها يهوديت وتقطع راسه. لما بشوف اعمال الله القويه ايماني بيزيد. ما ضعفش ابدا مهما كان اللي يحصل. حد بيضايقني بيحصل حاجه في البلد ايماني قوي، يعني لا نفع قوي. بعد اعمال الله قلنا ايه؟ صفات مين؟ صفات الله عشان تحفظوها. اعمال الله، صفات الله، وعود الله، بالطلبه الى الله. طب نخش بقى في صفات الله، خلاص دقيقه ونخلص يعني. الله في 4 صفات مهمين جدا. ابويا في 4 صفات. اول حاجه مضابط الكل، يقدر على كل حاجه. مفيش حاجه على الارض ربنا ما يقدرش عليها. يؤمر الشمس كل يوم اطلعي، حاضر يا رب الشمس تطلع. يؤمر القمر خلاص كفايه عليك كده اهو، حاضر يا رب. المطره تنزلي، حاضر. يقدر على كل حاجه. ابويا ضابط الكل. صفات الله بقى رقم 2. طبعا ممكن يقدر على كل حاجه بس انا هضيع معاه. لا. 2 الله محب البشر، بيحبني الى المنتهى. بيحبني محبه غير مشروطه، مش لان انا انسان قديس، مش لان انا ابونا، مش لان انا حلو، لا، حتى لو انا وحش، حتى لو انا ضعيف بيحبني. يبقى صفات الله رقم 1 ضابط الكل، رقم 2 محب البشر، رقم 3 كلي الحكمه، عارف الخير بتاعي. ما ممكن يكون واحد بيحبني ويقدر يعمل كل حاجه بس هيوقعني معاه، انما ربنا كلي الحكمه وصانع الخيرات، ما عندوش الا الخير ليه. لما اعرف ان كل الصفات دي مجتمعه في ربنا ايماني بيزيد. انا مش عايز حاجه من الثانيه بعد كده مهما ايه اللي يحصل. ابويا ضابط الكل، ابويا محب البشر حتى لو انا وحش، ابويا صانع الخيرات، ابويا كلي الحكمه. طب اخاف من ايه بقى؟ يعني ايه اللي يخلي ايماني يهتز؟ ايه اللي يخليني مرعوب وخايف؟ ده انا ابويا ملك الملوك ده كله، اللي انا متسمى انا اسمي مسيحي او مسيحيه على اسم ابويا. انا بمثل المسيح اللي هو ضابط الكل، اللي هو صانع الخيرات، اللي هو محب البشر، اللي هو كلي الحكمه.
كل مره ايماننا يضعف افتكر الاربع صفات دي: ضابط الكل، صانع الخيرات، محب البشر، كليه الحكمه. ايماني بقى يضعف. دي بقى صفات الله. يبقى قلنا تدريب عمليه لزياده الايمان: اعمال الله، صفات الله، ثالث حاجه قلنا ايه؟ وعود الله. كل ما افتح الانجيل هلاقي وعد حلو قوي. لو انا خايف افتح كده هلاقي كده: انا هو لا تخاف. خلاص يا رب انت امين وعادل، مش لان انا قوي ما تخلينيش اخاف. افتح كده يقول لك: نقشتك على كفي، كل واحد منكم اساميه مكتوبه على كف المسيح. خلاص ايماني يبقى قوي. هقول لكم على حاجه: حد فيكم عارف عنده كام شعره في راسه؟ لا. عارف كام عندك شعر؟ عارف عندك كام شعر؟ انت فين؟ ربنا الوحيد اللي عارف عنده كام شعر، واستحاله شعره تقع او تبيض الا بامر من ربنا. اقول لكم كده الايه بتاعتها بيقول لك ايه؟ شعور رؤوسكم ايضا جميعها محصاه فلا تخافوا انتم افضل من عصافير كثير. لوقا 12 سنه. شعر ده يا رب انت عنده؟ ده انا ما بعرفش، يعني لو قعدت 50 100 سنه مش هعرف اعده. ربنا عنده شعر. شوف مهتم بادق التفاصيل. لما بشوف الحاجات دي الوعد ده خلاص ايماني بيزيد. لما يقول لك كده: لا تخف ايها القطيع الصغير، اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. الملكوت هدف. كلنا لينا هدف كبير. هدفنا هو ايه؟ ناكل ونشرب ونتجوز وننجح في المدرسه، ولا في هدف اهم من دول؟ رد على: في هدف اهم من دول ولا لا؟ ايه هو الهدف الاهم من دول؟ ان انا اروح السماء. ربنا نفسه بيقول لك: لا تخف يا حبيبي ايها القطيع الصغير لان اباكم سر. فرحان قوي ان دخلنا الملكوت. فخلاص دي كلها وعود من ربنا. عشان كده ايه؟ كل مره اقرا الحاجات دهيت اعرفها. لو انا عندي وقت الضيق، المثل اجري على المزامير 50 15: ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدك. كل دي وعود من ربنا. طب عندي احتياج غير ملبى، اخش على طول مزمور 23: الرب راعي يرعى كل حاجه فلا يعوزني شيء. سواء بقى احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج مادي، احتياج اجتماعي، كل احتياجاتي ربنا هيرعاها بالكامل. يبقى لما بشوف وعود الله ايماني بيزيد. لما بشوف صفات الله: ضابط الكل، محب البشر، كليه الحكمه، صانع الخيرات، ايماني بيزيد. لما بشوف اعمال الله في الكتاب المقدس: ازاي نجى شعب بني اسرائيل وفتح لهم البحر الاحمر، ازاي نجى داوود بايد شاول، ازاي نجى بولس من ال 40 واحد اللي كانوا عايزين يقتلوا مع انه ولا كان معاه اي حاجه ولا معاه اي واسطه. ايماني بيزيد. اخر حاجه بالصلاه. خلينا كده نصلي مع التلاميذ: اعن يا رب على ايماني. كل يوم اقول: يا رب انا ايماني ضعيف، انت عارف ان انا غلبان وعلى قد ايماني ضعيف خالص. ممكن يا رب انت تزود ايماني؟ ربنا يقول لك: الطلبه دي حسنه. ربنا ادانا وعد، قال لنا كده: اطلبوا، بعدين ايه؟ بقيه الايه اطلبوا ايه؟ تجدوا. اقرعوا، خبط كده على الباب، ربنا يعمل ايه؟ هيفتح لنا الباب. طب خلاص وعد حلو، ليه بروح في اماكن كده واقعد افكر واحسب دماغي؟ اطلب يا رب زود ايمان. اطلب كده اهو الطلبه دي، بس اطلبها بايمان. كل ما تطلبونه في الصلاه مؤمنين تنالوا. دي كده ازاي تدريب عمليه عشان ازود ايمان. اعمال الله، صفات الله، وعود الله، بالطلبه الى الله. دول الاربع حاجات علشان ازود الايمان بتاعي. هرجع بسرعه، احنا كده خلصنا. هرجع في دقيقتين. النهارده اتكلمنا عن الايمان وعرفنا ان الايمان هو الثقه، ان اكون مصدق حتى لو مش شايف بعينيا. عرفنا امثله كتيره من الكتاب المقدس زي المراه نازله الدم عندها ايمان اول لو لمست هود بتوعه هتخف. قلنا امثله كتير، قلنا امثله واقعيه في تاريخ الكنيسه ازاي جبل المطر اتحرك بسبب ايمان سمعان الخراز. قلنا قصه واقعيه البنت اللي هي صلت عشان ربنا يمطر، قالت مش هروح ابتدي صلاه الا وانا معايا شمسيه عشان وانا راجع ما تخش المطر على دماغي. بعد كده قلنا مصادر الايمان، قلنا الكتاب المقدس، قلنا شروحات الاباء الاوائل، قلنا الليتورجيه، قلنا قوانين الكنيسه المسكونيه، وقلنا كل الحاجات دهيت لازم يكون من البدايه كرز نادى به المسيح، كرز به الرسل، حافظ عليه الاباء. بعد كده دخلنا على النقطه اللي هو سؤالكم النهارده ايه فيها اهميه الايمان. قلنا الايمان طريقنا الى الخلاص، من امن وعمل خلص. الايمان طريقنا لاستجابه الصلاه، كل ما تطلبونه في الصلاه مؤمنين تنالوا له. قلنا الايمان هو طريقنا لارضاء الرب، بدون ايمان لا يمكن ارضائه. قلنا الايمان نفهم مثلا، وقلنا ايمان مثلا على ايه؟ سر التناول، جسد ربنا وايه كده. بعد كده قلنا ايه هي شروط الايمان العامل. ده سؤال 7 شروط. شروط ايماننا: رقم 1 يكون ايمان مستقيم. رقم 2 يكون ايمان ايه؟ برافو عليك، لازم يكون ايمان عامل، يعني ايمان بدون اعمال ايمان ايه؟ ميت. رقم 3 لازم يكون ايمان ايه؟ برافو عليكم، البنات شاطره، عايزين الولاد كمان تجاوب. ايمان يكون ثابت حتى في وسط الضيق. وافتكر الثلاثه ايه؟ الثلاث فتي. 4 ايمان بلا ايه؟ برافو عليكم كده الولاد اهو. ايمان ايه؟ ايمان بلا شك، ما اشكش ابدا، حتى لو الوقت، حتى لو حصل اي حاجه ما اشكش ابدا. بعد كده 5 ايمان بلا ايه؟ برافو عليكم الولاد، صح وكسبوك. ايمان بلا خوف، داوود ما خافش.
الشاب المسمسم الحليوه الجميل ده هو وقف قدام جليات من غير ايه مخاوف. 6 ايمان حتى لو طال ايه؟ الوقت. ما عملش زي ابونا ساره بقى لما قالت لك ايه؟ قال لي ايه ابونا ابراهيم اتجوز ايه؟ امنا عمر. اخر حاجه ايمان بلا جدال بلا علامات. برافو عليك. بعد كده النقطه اللي بعديها قلنا تدريب لزياده الايمان، اعمال الله، صفات الله، وعود الله بالطلبه الى الله. ربنا يديك ويدينا يكون عندنا الايمان اللي يفرح قلب ربنا، وكل حاجه عندنا ايمان هتطلبوها في الصلاه من ابوكم السماوي هتاخدوه خالص بدون اي مشكله بحسب مشيئه ربنا. لإلهنا المجد الان وكل اوان والى بعد الظهور امين.